يا صباح الفل حبايب قلبي وحشتوني. تعالوا بقى النهاردة هنعمل كده قرصتين طريين لزوم البرد والشتاء اللي احنا فيه. هنحضر القرص الفلاح الطرية بطعم رهيب والنتيجة تحفة. لو ما جربتوهاش بالطريقة دي يبقى فاكوا كتير كتير. القرص بتاعتنا هشة وقطنية وبأقل تكلفة كمان، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. بس لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بقى بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا بقى عبارة عن ايه. في الأول عندي هنا كيلو من الدقيق، أنا استخدمت هنا دقيق متعدد الاستخدامات، أي دقيق عندك استخدميه يطلع معاكي زي العسل. كده حطيت كده كيلو الدقيق عندي كده في حلة عندي بالشكل ده، وهنزل على كيلو الدقيق بكيس من الخميرة الفورية، وهنزل عليهم كمان ب3 معالق كبار من السكر، وكمان هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده بيخلي القرص بتاعتنا طرية وهشة كده. معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وعندي هنا بقى كمان كوباية من السمنة على الزيت. الكوباية دي نصها سمنة ونصها زيت، انا يا دوب اخدت السمنة كده سيحتها على النار، انا ما خليتهاش تغلي ولا خليتها تسخن، انا يا دوب سيحتها كده على النار لغاية لما مسحت معايا. نص الكوباية سمنة والنص الباقي كملته انا زيت. وطبعا ممكن تستخدمي الكوباية سمنة صافي براحتك خالص، بس انا بحب استخدم الزيت مع السمنة دايما. وهمسك بقى السمنة كده مع الدقيق وهبتدي ان انا بسهم كده مع بعض بالشكل ده. وبعد كده عندي هنا كوبايتين من المية الدافية، هنزل على الدقيق بتاعي بكوبايتين كده من المية الدافية. هو ده العيار المظبوط بتاعي اللي انا ماشية عليه بقالي يعني كام سنة لعمايل القرص الطرية. نزلت كده بأول كوباية وهجيب الكوباية التانية مية دافية كده زي دمع العين. وطبعا مش هوصيكي، ممكن المية دي تستبدليها بلبن رايب، وكمان ممكن تستبدليها كمان بلبن عادي. بس أنا النهاردة عملت الوصفة بتاعتنا بالمية. هفضل اعجن بقى العجينة بتاعتي كويس جدا لغاية لما الحلة بتاعتي تنضف خالص من العجين، وكمان ايديا تنضف من العجين بالشكل ده. عجنتها اهو. خلاص كده ما اخدتش مني وقت، ما شاء الله العجينة بتاعتي طرية وزي القشطة اهي. هطلع لكم كده حتة عجينة جربوها كده، نجربها كده نشوف قد ايه العجينة بتاعتنا طرية ازاي وحلوة قوي. هو ده القوام المظبوط العسل بتاعنا اللي احنا عايزينه. ما شاء الله ما شاء الله، وايديا نضيفة اهي، مفيش اي لازق فيها اي عجين خالص. هغطي بقى العجينة بتاعتي وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وبعد كده تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في العجينة بتاعتنا. وكده ما شاء الله العجينة بتاعتنا خمرت، عدى عليها كده 10 دقايق، هديها كده بالبوكس وهنجيبها بقى علشان بقى هنحشيها. وهنا جبت العجوة بتاعتي اهي، دي العجوة ده انا عملتها معاكم قبل كده على القناة. عملناها كده من البلح الرطب حتة دين، وصفة زي العسل، يا ريت بقى تخشوا كده تشوفوها. هجيب بقى العجينة بتاعتي وهبتدي ان انا كده اكورها على قد القرصة بالشكل ده، وهعمل فيها تجويف كده صغير وهحشيها بالعجوة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واول ما اخلص كده احطها على الصينية بتاعتي، اجيب كده العجينة بتاعتي وهعمل فيها تجويف صغنون كده، وهحشيها بالعجوة واكور واقفل كويس جدا عشان العجوة بتاعتي ما تخرجش بره. هخلص كده كل الكمية بنفس الطريقة، سهلة وبسيطة جدا جدا، ما شاء الله مفيش احلى ولا اجمل ولا اروق من كده. عملت كيلو القرص بتاعي ده وانا واقفه على الحوض، ما شاء الله ما اخدتش مني وقت ولا مجهود خالص. كورتها وحشيتها كده بنفس الطريقه، سهله وبسيطه جدا جدا. تاخدي كده العجينه كده زي ما انا قلتلك وتفرديها فرده بسيطه وتعملي فيها كده تجويف صغير، وتبتدي ان انت تحشيها بالعجوه. والعجوه دي يا جماعه جميله جمال، ما شاء الله على جمالها وطراوتها بجد، وبتبقى في القرص تحفه. كده خلاص خلصت كل كمية القرص اللي انا عملتها اهو، ما شاء الله مسكتها كورتها وحشيتها بالشكل ده. هعمل ايه تاني بقى؟ هتعملي ايه يا سلوى؟ هجيب بقى القرص بتاعتي دي هغطيها واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، علشان اما اجي ابططها كده تتبطط معايا كده بكل سهولة. وكده خلاص القرص بتاعتنا ارتاحت كده لمدة 10 دقايق. هجيب بقى الصواني بتاعتي ومش هدينا اي حاجة، وهجيب بقى القرص وهبتدي ان انا ابططها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، هتتفرد بكل سهولة. ما شاء الله شايفين ما بتاخدش مني لا وقت ولا مجهود ازاي. بفردها كده في الصينية بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. هبطط كل الكمية اللي عندي على قد الصواني اللي عندي بالشكل ده. وبعد كده بسيبها تتخمر لمدة ربع ساعة كمان في الصواني، وتاخد راحتها على الآخر. يعني دي تالت مرة أسيب العجينة بتاعتي تتخمر.
كده خلاص بططت كل الكمية في الصواني، هسيبها بقى تتخمر في الصواني، وتعالوا بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. بدخل بقى القرص بتاعتي على فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 190 درجة، وأول ما القرص بتاعتي تتحمر من تحت كده بفتح لها الشواية من دقيقتين لثلاث دقايق الوش يتحمر كده. وأول ما تطلعيها من الفرن تحطيها كده في صينية وتغطيها بفوطة كده على طول علشان تفضل طرية معاكي. أول ما تخرجيها كده من الفرن تغطيها كده بفوطة بالشكل ده زي ما انت شايفة، البخار هيطريها معاكي وهيديكي أفضل نتيجة. وبعد كده خديها بقى حطيها بقى في كيس بلاستيك بقى وحطيها في التلاجة زي ما تحبي، هتفضل طرية معاكي لغاية آخر قرصة. خزنوها بقى في الفريزر وهتفضل طرية معاكم لمدة شهور، وممكن تعمليها في رمضان تعمليها كده على السحور، حاجة مفيش أحلى ولا أجمل من كده. شايفين القرصة طرية معانا ازاي، والحشوة حكاية ما شاء الله، حاجة مفيش أحلى ولا أجمل من كده. وطبعا في الطعم مش هتقدري تفرقي بين اللي احنا عاملينها بمية واللي احنا بنعملها باللبن الرايب، بس ممكن صحيح يكون اللبن فيه فوائد اكتر طبعا من المية، بس الطعم تقريبا واحد، يعني ما تقدريش تفرقي بين اللي بالمية وبين اللي باللبن. وانا كده خلاص خلصت وصفة النهاردة، يا رب يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ما تنسوش بقى تشتركوا عندي في القناة ولايك وشير للفيديو الأمر بتاع النهاردة ده، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.